هو اهم حاجه ان كل ده هيتلموا في السجن في خلال اليومين الجايين دول. تصدق كان حلال فيهم السجون وحلال فيهم حسني استناني، مبارك. لا في بقى حاجه. هم مش كانوا بيشتموا في الليبراليين والعلمانيين اللي كانوا بيدافعوا عنهم زمان؟ صح. مم. وبعد ما مسكوا دلوقتي مجلس الشعب ابتدوا يتكلموا عليهم، وايه ايه الليبراليين وايه العلمانيين وايه الديمقراطيين. لما يخشوا السجن دلوقتي ورونا مين هيدافع عنكم. انتوا خلاص انتوا يا كده عم دخلوا مجلس الشعب، مجلس الشعب بقى تفاهة. هو طول عمره مجلس الشعب، زمان كان مجلس الشعب معرض، دلوقتي بقى مجلس الشعب تافه. كانوا بتتفرج على الموبيت شو. ما بتشوف يا عم ماسك له دماغه، واحد ماسك له دماغه والتاني مصدع وعامله كده عامل ومفرفر في ايديه وماسك له دماغه، اخشع اخشع، ايه يا عم بتعمل ايه يا عم؟ ام علي بتاعت الجرجير كانت قاعده قدامه في الصف، الناحيه التانيه جنب منه ام رحاب بتبيع صواريخ وبومب. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ لازم يبقى الناس اللي لازم تمسك برلمان ولازم يبقى فيه عندهم شورى لازم تبقى الناس دي بتفهم، لازم تبقى الناس دي متعلمة، لازم تبقى الناس دي على درجة من الثقافة وعلى درجة من الوعي تخليه ان هو يقدر ياخد قرار او يقدر يساعد في في عمل في سن قوانين. مش هي اي واحد عايز يرشح خش يا عم رشح نجم، انت مسلمة اه محجبة اه منقبة ام اسماعيل خش يا ام اسماعيل، زرغاط يا ام الشهيد. ايه يا عم الكلام ده يا عم؟ اي كلام. ثواني. خش الحمام.